متابعينا الكرام، مرحبا في فيديو جديد على المنتخب الوطني المغربي وعلى التأهل ديالو المستحق إلى دور نصف نهائي كأس العالم نسخة قطر 2022 على حساب منتخب البرتغال. وبالتالي كيصبح المنتخب الوطني المغربي هو أول منتخب عربي وإفريقي كيوصل إلى دور نصف نهائي من كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930 بالأوروغواي. بدات القصة من اللي استطاع المنتخب الوطني المغربي أنه يتصدر مجموعة الموت كما سماها البعض، واللي كانت كتضم كل من بلجيكا وكندا وكرواتيا. هنا بزاف ديال المغاربة اعتبروا أن المنتخب الوطني المغربي حقق إنجاز كبير بمجرد أنه تأهل من دور المجموعات، واعتبروا كذلك على أن الخسارة أمام منتخب إسبانيا كيبقى بحد ذاتها إنجاز، وأن المغاربة راضون على هذا المستوى العالي اللي قدموه الشباب في المونديال ديال قطر. لكن المفاجأة كانت قوية ملي شفنا المنتخب الوطني المغربي أنه استطاع يخنق المنتخب الإسباني اللي كان في طيلة فترات اللقاء فعلا مستحوذ على الكرة، لكن الاستحواذ ديالو كان بدون أي خطورة ولا فعالية تذكر، باستثناء واحد جوج ديال الفرص اللي كانت حقيقية واللي كانت وجها لوجه مع الحارس بونو. هنا بدا الأمل وسقف الطموحات كيكبر. المغرب في الربع والخصم منتخب البرتغال العنيد اللي وصل هذه المرحلة طبعا بالفوز ديالو الساحق على سويسرا ب6 أهداف مقابل هدف واحد. لكن المنتخب الوطني المغربي بفضل جدية اللاعبين وأعجوبة المدربين وليد الركراكي استطاع يفرض نفسه بشكل قوي في المباراة. شفنا أن الخطوط بثلاثة كانت قمة في التوازن والانضباط رغم وجود لعنة الإصابات من جهة وقلة الاختيارات لدى وليد الركراكي من جهة ثانية. والجميل في الأمر أن هذا الشيء ما أثرش على لاعبين المنتخب الوطني المغربي، بالعكس حكمنا الدفاع وحكمنا منطقة الوسط، وبالتالي لعبنا على الهجمات المعاكسة، والنتيجة كانت تسجيل هدف عالمي ليوسف النصيري بضربة رأس قبل دقائق قليلة على نهاية الشوط الأول. وكما شفنا على أنه مع بداية الشوط الثاني غيخرج اللاعب غانم سيس مصاب، هذا الشيء غيصعب المأمورية أكثر على وليد الركراكي، وبالتالي غيضطر يبدل الخطة بشكل كامل. بعد ما كنا كنلعبوا ب4-3-3 غنرجعوا كنلعبوا ب5-4-1. كما شفنا على أن قلب الدفاع كان كيتواجدوا فيه 3 ديال اللاعبين، كان أشرف داري وبدر بانون وجواد يميق، بالإضافة إلى الظهيرين الأيمن والأيسر اللي كيتواجد فيهم عطية الله وأشرف حكيمي. وهذه الخطة اللي غير وليد الركراكي الهدف منها طبعا هو الحفاظ على التقدم ديال الهدف اللي سجلوا النصيري في الشوط الأول، وبالتالي التأهل إلى دور نصف النهائي. وطبعا بفضل قتالية لاعبي المنتخب الوطني المغربي وكذلك التكتيك المحكم اللي قام به وليد في الشوط الثاني استطعنا أننا نتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم. والجميل في الأمر أن المنتخب الوطني المغربي رجع كيتحرك بحال القطع ديال الشطرنج، كنشوف واحد التناغم بين خط الدفاع والوسط والهجوم، وكذلك كاين واحد الانسجام واحد التفاهم كبير بين جميع اللاعبين. ما تنسوش اللايك ومرحبا بفرنسا. سلام.